طبعا مصر معروفة بتاريخها وحضارتها، وإنها الواجهة الأولى للسياحة في العالم. وفي الفيديو ده هقول لكم على أهم وأجمل 10 أماكن للسياحة في مصر. طبعا البداية لازم تكون مع أهرام الجيزة، أو كما يطلق عليها اسم مقبرة الجيزة، واللي هي موقع أثري على هضبة الجيزة في القاهرة الكبرى. تاني مكان المتحف المصري، اللي هو بيعد واحد من أكبر وأشهر المتاحف العالمية، وبيقع في قلب العاصمة المصرية. رقم 3 الجامع الأزهر، أهم مساجد مصر على الإطلاق، وأحد المعاقل التاريخية لنشر وتعليم الدين الإسلامي، وتم بناؤه في عهد الدولة الفاطمية. وكمان ما ننساش نروح القاهرة القبطية، اللي هي جزء من القاهرة القديمة، اللي بتضم قلعة بابل والمتحف القبطي والكنيسة المعلقة وكنيسة القديس جورج اليونانية. خان الخليلي واحد من أحياء القاهرة القديمة، اللي بيتمتع بجذب سياحي كبير جدا، وبيتميز بوجود بازارات ومحلات ومطاعم شعبية. مسجد محمد علي هو واحد من أهم المساجد الأثرية الشهيرة بالقاهرة، اللي أنشأه محمد علي باشا في عام 1830 ميلاديا. بعد كده بنروح لمسجد السلطان الناصر حسن، اللي بيوصف بأنه ضرة العمارة الإسلامية بالشرق، ومن أكثر آثار القاهرة الإسلامية تناسقا وانسجاما. مسجد أحمد بن طولون الوالي العباسي على مصر، واللي تم بناؤه في عام 876 ميلاديا. بعد كده بنيجي المسجد الرفاعي، واحد من أهم المساجد الأثرية الشهيرة بالقاهرة، واللي أمرت ببنائه خشيار هانم والدة الخديوي إسماعيل في سنة 1869 ميلاديا، واللي بيصبح بعد كده مقبرة ملكية لأفراد الأسرة. شارع المعز لدين الله الفاطمي، أو الشارع الأعظم أو قصبة القاهرة، هو شارع بيمثل قلب مدينة القاهرة القديمة، واللي تم تطويره علشان يكون متحف مفتوح للعمارة والآثار الإسلامية. طبعا مصر من شمالها لجنوبها مليئة بالأماكن التاريخية والأثرية الهامة والجميلة جدا. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، واستنوا الفيديوهات اللي جاية معايا أنا هنا علي في زي التاريخ ما بيقول.